ممكن نسمي ده ارشيف مقهريش، وده اللي مدي المكان ده ميزه عن اي مكان اخر. ده له بعد ثقافي مقهريش ده، والراجل صاحب القهوه فاهم مين اللي كان بيجي يقعدوا عنده. وهنلاقي الناس الاعزاء دول ملأوا الدنيا ابداع، وملأوا الدنيا فن وفرح وشجن، وهم سابونا ومشوا، لكن فضلوا. ده ابراهيم منصور. ابراهيم منصور ده انا علاقتي بيه بدأت بشكل غريب جدا، وظلينا بعد كده اصدقاء لمده طويله. سنه 68 كان الشيخ امام وانا منتشرين زي ربسو، يعني تفتح التلفزيون تلاقينا، تفتح الراديو تلاقينا، تفتح البوتاجاز تلاقينا كتير. وانا نايم في حوش ادم تقريبا الساعه 4 الصبح لقيت انا بقى الباب بتاع حوش ادم ده فضل 28 سنه ما يتقفلش لا ليل ولا نهار، لا وانا في السجن ولا وانا في البيت. لقيت واحد خش عليا صحاني، قلت له ايه؟ قال لي انت هتبقى بتاع الحكومه؟ قلت له انت جاي تصحيني من النوم عشان تقول لي بتاع الحكومه؟ بتاع الحكومه ازاي وانا نايم هنا؟ اقعد بس. قعدنا واتكلمنا شويه مع بعض واختفى، ما عرفش حتى اسمه ايه ولا مين ده واللي جاي يقول لي كده ليه. وبعدين اتعرفنا على بعض بعد كده، واعتقل معايا. واخر مره كنت محبوس فيها كنت محبوس في القضيه العسكريه بتاعت البيان هام دي. وبعدين لقيت حد بيقول لي كلم في حد عايزك من الشباك، ببص لقيت ابراهيم منصور واقف. ابو خليل، قال لي اوعى تفكر ان انا جاي ازورك، انا جاي اتشفى فيك واذلك عشان واقول لك ان انا احسن منك 1000 مره. انا دلوقتي رايح اسهر عند علاء الديب وانت مرمي عندك جوه في السجن. قلت له شكرا يا ابراهيم، مع السلامه. وتاني يوم كان عندي افراج، وانا خارج من باب مبعثه من الدوله لقيت ابراهيم جايبينه وجاي. قلت له اهلا، انا هاجي لك بقى. قال لي هات السجاير اللي معاك وبتاع. ابراهيم منصور ده اقدر اقول عليه قديس الحركه الثقافيه والحركه السياسيه في مصر. ما كانش تبع حد. يوم السادات ما راح زار القدس كان قاعد هنا، هو خرج المحل اللي جنبنا اشترى فوطه وكتب عليها لا لزياره الخيانه وعلقها في رقبته، وفضل ماشي بيها في شوارع القاهره لغايه ما قبضوا عليه. ابراهيم منصور ما كانش بقدر ما كان هو حاد جدا، لانه كان شخص محبب جدا. يعني فكهه الحركه الثقافيه المصريه والحركه السياسيه ايضا. ما بيساومش. اخواته كلهم سفراء وحاجات كده، وهو كان المفروض يتعين سفير بس ما ينفعش، ده مش منظر السفير. لغايه ما رحل السنه اللي فاتت رحمه الله عليه. وبعدين هنخش على ابو عوف، عبد الرحمن الخميسي، الأعجوبة. عبد الرحمن الخميسي ده أعجوبة حدوتة مصرية، مجمع مواهب. عبد الرحمن الخميسي كان شاعر، وكان كاتب ناثر، وكان بيخرج للسينما. وهو عبد الرحمن الخميسي عمل في السينما المصرية، علم فيها، لأنه ده اللي اكتشف سعاد حسني وهي قد كده، راح جابها وعلمها وقدمها لنا. وعبد الرحمن الخميسي كانت تربطني بيه علاقة قوية جدا، ومات في الغربة مسكين، الله يرحمه. وبعدين هنخش على مين بقى؟ على صلاح عبد الصبور. صلاح عبد الصبور انا ما كنتش اعرفه كويس، لغايه ما قريت له قصيده اسمها احلام الفارس القديم. حاجه لخبطت كياني خالص. وبعدين بدانا نتقابل انا وهو ونتعرف على بعض، لغايه ما بقى هو وكيل وزاره في وزاره الثقافه. وبعدين سافر هو الهند ملحق ثقافي، فانا عرفت ان هو رايح لطاغور. فانا فاكر اول ما رجع من الرحله دي وقابلته، قلت له اخبار طاغور ايه؟ فقال لي اسكت، ده توهني. ومات صلاح عبد الصبور في ظروف غامضه،
وزي كل الفنانين المبدعين العظام. وده ابو علي حبيبي يا عبد الوهاب البياتي. عبد الوهاب البياتي شاعر العراق العظيم. وعبد الوهاب البياتي ده نمام عبقري، موهوب في النميمه، جبار يعني. ويتخيل حاجات ما حصلتش. يعني مثلا قعد قال لنا انا وابراهيم منصور، كان صاحب ابراهيم منصور قوي. قال انا كنت في موسكو وكانت اشهر امراه في العالم فالنتينا رائده الفضاء السوفيتيه. فقال ان فالنتينا قابلتني وحبت تعمل معايا ليله حمراء، وانا رحت. هو كان رايح يشوف اوضتها فين في الفندق. قال بالكوريدور قابلني ماردان ضخمان وسالاني عن هويتي فبصقت على وجهيهما. وبالمستشفى زارني السفير مش عارف ايه وزير الثقافه واعتذر لي عم بدر انهم كسروه طبعا. الله يرحمك يا ابو علي. ساكن معانا في البيت الاستاذ احمد المدرس. الاستاذ احمد المدرس ده صوره مصغره للشيطان. زبيبه الصلاه قد كده، كرش، سبحه. وبعدين يبدو ان هو حاول يشتغل على الوليه فما نفعش، فقرر انه ياخد منها البيت. فجاب شويه فراخ رباهم عنده، وبعدين راح داسس سم للفراخ، سماها موتها، وراح عامل بلاغ في صاحبه البيت انها سمت الفراخ. سم الفراخ ده عقوبتها 3 سنين سجن، يا كده يتنازلوا عن البيت. واحمد افندي ده كان عنده مثلا جيش، مراته زي الارنبه الصغيره كده وعماله تضرب وتجيب عيال، وهو ماسك السبحه وكل ليله في حلقه ذكر وماشي تمام التمام. وبعدين خدتنا نخوه الفلاحين انا واولاد عمي، وتصدينا للاستاذ احمد ده، وحصل بيننا وبينه معارك وعنده عياله كتير جدا. فانا قررت ان انتقم من احمد افندي على طريقتي الخاصه. فكتبت فيه قصيده اسمها المدرس. هي دي تلخص مين احمد افندي وعايز ايه. والنموذج ده موجود كتير. نموذج الراجل ابو السبحه والزبيبه ده اللي ياكل مال النبي ويغمس بالصحابه. خلينا بقى لما نبقى ايه نقول القصيده. احمد افندي محمد حامد عبد العال، صاحب عيله كبيره، مراته و6 عيال. عنده اسم الله حسن وحسين وسعيد ونوال والمقروصه نفيسه واخوها الواد وصال. يعني بيتفرق. احمد افندي مدرس عربي قديم ومتين، شكله تشوفه تقول على طول من اهل الدين. شايل سبحه خشب البندق من الغاليين، ساعه تلف يمين وسواعي تلف شمال. غير السبحه تلقى زبيبه في قورته كمان، يعني دليل على انه بيسجد للرحمن.
هيبه وتقوى ومظهر ناطق بالايمان، ثم المشي عليها القيمه وفيها جلال. احمد افندي ساكن شقه في رابع دور، بيت الحاج قويس ومراته الحاجه بدور، كانوا حبايب قبل ما يتقتل المقدور، وفي يوم نحس اتقلب البيت واتبدل الحال. ابن الحاج قويس كان عامل كوره شراب، والعصريه نازل يلعب جنب الباب، جاي بيشوط امطاره فرده من القبقاب، جت في زريبه احمد افندي ودمها سال. ضحكت عيشه مرات السقه وقالت يوه، هاصوا عيال الحاره وقالوا الجردل اهو، احمد افندي اتلخفن عقله وما بقاش له، رزع الواد قلمين سخنين كوموا في الحال. صرخت موسى مرات محمود عبد الجواد، اوصوا يا اخواتي الحقوا ده الراجل قتل الواد. نزل السيد سالم يجري وقال يا ولاد اوعوا الراجل يفلت منكم ده موته حلال. احمد افندي زعق من تحت وقال يا حسين هات سكينه ونزل اخوك ومعاك شمتين. نزلوا العيله اشتغل الضرب شمال ويمين، والصوت لعلع والنبابيت غنت موال. خش محمد مرسي خلص الموضوع، خد سكينه في جنبه وكان عيان موجوع، وقع الارض يئن وعينه تشر دموع، هي ثواني وطلعت روحه للمتعال. هاجوا العالم والنسوان فقعت بالصوت، وامه تقول يا حبيبي ازاي دهولك الموت. واحمد افندي لم عياله وعلي برغوت طلب النجده من تليفون عبده البقال. وصل النجده ولقي حوالين الجثه اتنين، اخته بتلطم وامه بتتمرغ في الطين. سأل الضابط فين اموال المتعاركين، قالت موسى من شباكها ده ابو وصال. طلعت هجمه ان شاء الله ما حد يشوفها يا ناس، رزعوا الباب فشخوه اتنين، طار الترباس خبط القله قلبها، خبط الحله قلبها وساح منها القلقاس، عاص القله ولغمط وش البت نواه. احمد افندي وقف على حيله وقال جرى ايه؟ انت ازاي تتهجم كده على بيتي يا بيه؟ لاشوا الظابط صرخوا عياله وقالوا احيه، حسن اترمى على ابوه واتشعلق فيه وصال. امر الظابط للشرطيه بالتفتيش، واللي هيقطر في السكينه هيبقى شاويش. بعد ما لف اوضها وداخوا وقالوا مفيش، لمح الظابط دم منقط جنب شواه. زغد المخبر قال له ازاي بتقول فتشت؟ جري من خوفه الكعب الكوع جنب الطشت. لحقوا زميله قال جرى ايه مالك؟ طبشت؟ قام مسكين مش قادر حتى يرد سؤال. مخبر تاني عشان موعود يترقى شاويش، فرد المطوه وهوب يمزع بيها الخيش. اول خبطه اتخض وقال يا خبر ده حشيش. احمد افندي وقع من طوله وفشر تمثال، كانت نازله ان شاء الله ما حد يشوفها ياهو. احمد افندي قفاه من حيل الضرب هروه، 4 منه شالوه وفي قلب البوكس رموه، وام عياله تقول له يا سبع البيت يا غزال. ادي امنيتي لاحمد افندي اللي كتبتها له في قصيده، وهو بعد كده خسر القضيه لان الراجل ابو مندو ده جه من السعوديه او محامين وحاجات كده، لكن فضل احمد افندي معايا في قصيده المدرس.